اخوان، اليوم غادي تسمعوا اغرب قصه واقعيه وقعت لواحد السيد هنا في فرنسا. راه ما يمكنش صراحه، ما يمكنش. قبل ما نعاودها لكم نطلب منكم زوج ديال الطلبات. اول حاجه تكملوا الفيديو حتى لافان ديالو باش هكا تفهموا البلان كي داير، وثاني حاجه هو انكم تستخلصوا زوج ديال العبار والدروس من هذه القصه. اول حاجه تعرفوا النساء على مقادات وشنو قادرين يديروا باش يوصلوا للهدف ديالهم، وثاني حاجه باش ما تبقاوش تثيقوا اي حاجه كتسمعوها ولا كتقراوها ولا كتشوفوها سوغ انترنت. المهم صاحبنا اللي وقعت ليه القصه ولا اللي وقع ليه البلان واللي كيعاود ليه بنفسه ساكن هنا في فرنسا. المهم بعد سنوات من التزوفريت، الغربه، المعاناه، سهل عليه الله وصاوب راقي وخدا ميم جنسيه فرنسيه وبغى يكمل دينه. كان كيقلب على بنت الناس اللي بني حياته معاها. بعد الاخوه هنايا في فرنسا قالوا زعما لا ما كتعرف حتى شي وحده هنايا في اوروبا، دونك ماذا بيك تشوف شي وحده مثلا درويشه زعما تجيبها هكا من البلاد، منها تخلي لك داك الكونتاكت ديما مع البلاد وكذلك تصوفيها وتدي فيها الاجر. السيد خدا بالهضره ديالهم، مع ما عندوش مالوغوزمون الوالده ديالو اللي كلف خو باش هكا يدبر له شي وحده. خو عيا ما كيشوف ما لقى والو، هو يقول له ها انت خويا السيده اللي انا معاها انت راك عارفها بنت فاميليا درويشه والله يعمرها سلعه 12 عام وحنا اونصومبل، عندنا ميم وليدات اونصومبل وكلشي بخير وعلى خير. علاش ما نشوفش مثلا مع اختها الصغيره راه حتى هي زويونه ودرويشه ومنها ميم يعني عارفين الاصل ديالها والمعدن ديالها، علاش ما نشوفش معاها وتوكل على الله. عجباتو الفكره صافي وتوكل على الله، تزوجها، قد لها الوريقات من بعد وجابها لفرنسا. دازت عام ونص على الزواج ديالهم، بدات العلاقه بيناتهم كديكرادا، دخل فيها الشك وشي حوايج اخرين. المهم هو ما بغاش يعاود التفاصيل ابخي من حقه. المهم بقاو كيتخاصموا بزاف لدرجه انهم وصلوا للنفق المسدود كما كنقولوا. صافي بقى قدامهم غير شي حاجه سميتها الطلاق. المهم واحد المره كما الناس جالس كيتسركل هكا في فيسبوك ويشوف واحد لاباج واحد الفيديو ديال البوز، هو يدخل له وهي تكون صدمه. كيلقى شي تصاور ديالو كان دايرهم في فيسبوك، كيلقى التصاور ديال العرس ديالو محطوطين مكتوب فوقهم واحد الميداد راسمين فوقهم شي جداول وشي تعاويد كتبين مشاكل طلاق تقاف شي تخربيق. كيلقى ميم دي زافير بيرسونيل ديالو في الفيديو. هاز داك الشيء واحد السيد كيقول بلي فوالا هادشي لقاه مدفون في واحد المقبره، وكيطلب من الناس اللي تعرف على ماليهم يقولها لهم باش هكا يمشيو يجريو على راسهم ويشوفوا من حالهم. وتخيلوا نتوما تشوفوا هذا المنظر كيف غتكون رده الفعل ديالكم. صدمه. من بعد مشى عنده واحد الفقيه هنا في فرنسا عاود له لافير. داك الفقيه قال له بلي فوالا دونك هذا هو السبب ديال التعاسه ديالكم، دونك دابا ما عليك غير تسلح بالصلاه والدعاء وتكون ديما على وضوء، وخاصك سيرتو تدخل في تحدي مع نفسك باش هكا ما ترضخش داك الشيء اللي بغاو دوك اللي سحروك على ودو. دونك بالعكس خاصك تتحداهم وتحدى نفسك وهكا تحافظ على عائلتك. صافي المهم داك الشيء اللي بقى كيدير السيد تبدل 180 درجه، رجع مكالمي مساعد في الزوجه ديالو متساعد معها. المهم دازت مده على داك الشيء حتى يوقع واحد الانسيدون. هذا هو لا باز ديال القصه. واحد النهار الاخ ديالو اللي كاين في المغرب راجع هكا من الخدمه، كيحل الباب ديال دارو، كيسمع المراه ديالو كتهضر في التليفون وكتهضر دايره مع الليب وكتهضر مع راجل، وكيسمعها كتقول صافي انا ملي نكون مساليه غادوز عندك المحل كون كاني. صافي وهي تسمع الصوت ديال راجلها ويتقطع التليفون. دونك شي واحد مثلا يسمع بحال هاد الهضره هادي ويشوف هاد لو جيست عقلو فين غادي يمشي، صافي نورمال الخيانه. المهم دار راسو ما سمع والو، ما بغى يدير والو، تيشد عليها هكا البروفا. صافي المهم دخل وكلا وريح معها عادي ما كان والو. وصلت بقيتها ديال الناس تاكد باللي فوالا نسات. كيهز التليفون ديالها كيمشي للميساجات كيلقى عندها 3 ديال لي كونتاكت، هو اختها اللي هي مرت خوه اللي في فرنسا ومول السيبر جارهم اللي لتحت. دونك بين هاد 3 ديال لي كونتاكت اول كونفرساسيون غادي يمشي يقراها ديال من راه باينه طبيعه الحال ديالها مع مول السيبر. كيدخل الكونفرساسيون هو يلقى العجب ديال العجب، لكن نو ماشي داكشي اللي في راسك. كيلقاها مصيفط عليه التصاور ديال عرس خوه اللي في فرنسا والتصاور ديال مرتو وبعد لي تخيك هكا بيرسونيل. المهم يمكن راه توضحت لكم الصوره دابا، لكن نو ماشي اللي في راسكم. حتى هو بحالكم غير شاف داكشي هو يقول بلي فوالا مراتي هي اللي سحرات الخويا وعقداتو. صافي شاف هكا كان باغي ينوضها تما كيخلي ضربوها، ولكن هو يقول لا اجي هي اختها هذيك اللي مزوجه خويا راه ما يمكنش تمشي تضر اختها، كاينه شي حاجه. سبحان الله ربي ملي كيفتح لك البصيره وما يخليكش ترياجي سور لو شون ودير شي حاجه في شكل. هو يدخل يقرا الكونفرساسيون ديال مرتو مع اختها اللي كاينه في فرنسا. كيدخل تلقى التصاور اللي عند مول السيبر صيفطتهم ليها خوتها من فرنسا، ومن هادشي كامل ما كان لا سحور لا مقبره لا حتى حاجه، انما هذا غير بلان بناتو مرتو مع اختها اللي كاينه في فرنسا ومع مول السيبر باش هكا يدخلوا الشك للسيد اللي في فرنسا اللي هو خوه باش هكا ما يطلقش المراه ويصبر عليها حتى تقاد وراقيها. واكتشف من بعد باللي مول السيبر هو اللي امبريما دوك التصاور وهو اللي يرسم دوك الجداول داك التخربيق، وعطى لواحد صاحبه هو اللي يصور الفيديو. وهادشي كامل
غير بلان وغير فيلم وميزون سين، وباش من بعد يلوحوهم في فيسبوك داكشي اللي داروا لقاو حتى لاباج هو اللي كيجيريها مول السيبر. وكعارفين دابا لي باج عندنا في المغرب اون فوا كتلوح شي فيديو كتبقى باج كتنقلوا على باج كتنقلوا على باج حتى كيدير بوم سيرتو بحال هاد الفيديوهات هادو. صافي هو يفرقع الرمانه، خدا التليفون للبوليس هما يتابعوا مول السيبر. المراه ديالو طلقها سي نورمال باسكو خوه هذاك، وحتى خوه اللي في فرنسا طلق امراه وصدقت هكا ني زواج ني وراقي وصافي تفرقات جوج قله. هادشي علاش قلت لكم في البدايه ديال الفيديو خاصكم تاخذوا 3 ديال العبار من هذه القصه هذه. اولا تعرفوا النساء على مقادات، لان لو كان ما تلاقاش بالصدفه مع المراه ديالك كتهضر في التليفون وكان راه ما عارف والو والامور راه ماشيه نورمال ترونكيل. ثاني حاجه اي حاجه شفتوها في الانترنت ما تيقواش نتوما عينيكم مسدودين. واخيرا حاجه اخرى اللي بغيتكم تعرفوها تاخذوها كعبره، وهي ما عمر المشكل كيتحل بمشكل، بالعكس المشكل كيزيد غير يعقد المشكل الاول. راه المشاكل كتحل بالهضره وبالنقاشات البناءه وبالعقل، وإلا حرامت العشره راه حرامت. دونك ما كانش لاش تقلب انك تادي ولا تنتقم من الطرف الاخر وتعالج مشكل بمشكل. فلا خوتي هادشي اللي نقدر نقول لكم. الله يساوي المهم القلوب ونزل العاطفه والمحبه بين الخلق. كنشكركم انكم كملتوا الفيديو حتى لافان ديالو. تحياتي لكم.